بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. النهارده عندنا ضيف عزيز على القلب، ضيف عزيز على كل مكان، ما بيروحش كتير، يعني عزيز الزيارة كمان. أشرف سليمان، الشاعر الكبير، القيمة والقامة في مجال الأدب النقدي والشعر العربي المتميز. هو بيقول على نفسه إن هو صاحب الكلمة المتميز. النهارده قلت له سبب الزيارة يا أستاذ أشرف، قال أنا هقول بنفسي. تمام، فأنا هسيبه يعرف نفسه. ازيك يا أستاذ أشرف؟ ازي سعادتك؟ نورتنا وشرفتنا والله. ازيك يا دكتور؟ الله احنا يخليك. اتشرفنا بوجودنا معاكي في دار عيون، الدار اللي اثبتت فعلا جدارتها ومكانتها وسط عالم الابداع. شكرا. واحنا ان شاء الله نتعاون لابراز وال يعني لابراز دور الابداع في النهوض بالحركه الابداعيه والادبيه في مصر. واحنا الحمد لله عندنا كم هائل من الشعراء المتميزين العمالقه في مجالهم، بس للاسف ما حظوش بدور ماديا في ما حظوش بدور نشر. ضعف مادي شويه. فما حظوش بالنشر. فاحنا هنساهم ان شاء الله لنشر الناس اللي هي الحظ ما ساعدهاش ان الناس تعرفها او الجمهور يعرفها، لأن هم على درجة كبيرة من الإبداع وعلى درجة كبيرة من التمكن في اللغة سواء عامي أو فصحى. أنا أشرف سليمان، أشرف طلعت محمد سليمان الشهير بأشرف سليمان. لي أصدقاء من جميع أنحاء مصر، ولي شعراء من جميع أنحاء مصر والوطن العربي، وأفخر وأتشرف بيهم. وإن أنا أحاول بقدر المستطاع إن أنا أقدر أقدم لهم أي شيء، يعني حتى لو من باب حب الابداع. باذن الله. يعني احنا باختصار شديد جدا عشان ما نطولش عليكم، بنعمل النهارده بنمضي مع بعض انا والاستاذ اشرف سليمان ونادي ادب الخنكه، صح يا فندم كده؟ نادي ادب الخنكه، بنمضي مع بعض بروتوكول تعاون بيننا وبين بعض ان احنا نخدم الشباب او الشعراء، من الشباب او الكبار في السن، ولكن هم كمان كبار في الكلمه وكبار المقام. مش احنا بنقول عليهم كبار في السن يعني عواجيز يعني ولا حاجه، لا. هم كبار السن، كبار المقام، كبار الكلمه، العمالقه في الكلمه، كان في النقد، في الشعر، في الكتاب العلمي، في الكتاب العلماني، في كتاب الدراسات الدينيه، في البحوث الاسلاميه، وكمان لو في الكتاب في السياسه المقننه، مش السياسه الواضحه اللي بتشتم في حد، لا احنا بنكتبها في الصحه النفسيه، في الفلسفه، في اي مجال. احنا نشر عام في النقد برضه، في النقد الادبي، في النقد عندنا عمالقه نقد اه كبار جدا، عندنا شعراء متميزين جدا جدا جدا، بس للاسف مش معروف. الجمهور ما يعرفهمش. الجمهور ما يعرفهمش لان في فرق شاسع بين امكانيه النشر وامكانيه الابداع. يعني في فرق شاسع بين ان انا اكون مبدع واني انشر. ممكن انا انشر وانا ما بعرفش اكتب اي حاجه بس بالفلوس نشرت، صح. عندي امكانيات ماديه نشرت. انما ممكن يكون مبدع ومبدع عملاق وما عنديش امكانيه نشر وما عنديش امكانيه فلوس. بالتالي احنا بنحاول ان شاء الله بمساعده دار عيون ومساعده العملاقه عز الشاعر والدكتوره عز الشاعر ان احنا نحاول نمد ايد العون وايد المساعده للابداع، وان احنا ننشط الحركه الادبيه والابداعيه بكوننا ان احنا نقدر ننشر للناس اللي هي مبدعه ومش ويجهلها الجمهور او يجهلها العامه. فاحنا ان شاء الله هنمضي بروتوكول تعاون مع الدكتوره عزه، ونفخر بكوننا ان شاء الله نحط ايدنا في بعض ونقدر نقدم حاجه للناس على قد المستوى. الله يخليك، ده شرف كبير لينا. وبعدين يا جماعه في حاجه تانية، عندي حاجه اسمها الديوان المجمع. والديوان المجمع ده زي ما الاستاذ اشرف قال، الديوان المجمع ده بيبقى للشباب الناشئ
اللي هو موجود مثلا منه في نادي ادب الخنكه، في نادي ادب الجيزه، في نادي ادب القلب. في كل نوادي الادب في 10 15 شاب على الاقل محتاجين ينشروا، ومعهمش امكانيه ان هم ماديا يعملوا يعني كتاب كامل زي ده لوحدهم. فنقوم نعمل احنا ايه؟ نقوم احنا نعمل مع بعض. مثلا حضرتك عندك 10 قصائد، 5 قصائد، هو كل واحد عندنا في ديوان من كل بستان زهرة عملنا الجزء الأول والثاني والثالث، وحاليا دلوقتي بنجهز في الرابع والخامس. فدولت هيبقى مثلا كل واحد فيهم له 10 صفحات. ايوه كل واحد له 10 صفحات، أيوة. وليكن ال 10 صفحات ب 500 جنيه. ايوه احنا حاولنا نعمل، احنا عملنا التجربه ديت مسبقا يعني قديما، عملناها ونجحت، وان شاء الله مع دار عيون ان شاء الله هنعملها تاني. والشعراء كتير جدا جدا جدا، مصر مليانه مواهب ومليانه مبدعين ومليانه ابداع، لدرجه ان احنا لما بنروح اي ندوه بنقابل ناس كتير قوي قوي، بس نفسها تنشر، مغمورة مغموره ونفسها تنشر. يعني انا اعرف ناس كتير قوي قوي نفسها تنشر، نفسها ان هي يبقى لها حظ في النشر. وما اعتقدش ان 500 جنيه في الوقت اللي احنا فيه ده حاجه ايوه حاجه ايوه. واحنا نشكر دار النشر، دار عيون، بمد يد العون، وبنشكر الدكتوره عزه الشاعر على مساهمتها وعلى عطائها المتميز، وبنشكرها على انها بتهتم بالابداع والمبدعين، بتهتم بالنهوض بالحركه الابداعيه بتقديم الافضل دائما. واحنا مش هننهض بالحركه الابداعيه واحنا بنقدم الغث، لا احنا بننهض بالحركه الابداعيه عشان احنا بنقدم الافضل والاحسن والاجود. فهي وده شعارنا على فكره. ايوه هي متكرمه جدا، وتكرموا علينا ان هي بتساعد المبتدئين وبتساعد العمالقه المغمورين او اللي الجمهور ما يعرفهمش، واحنا بنشكر سعادتها. وان شاء الله تعاون خير وبروتوكول خير ان شاء الله لينا وللحركه الابداعيه والادبيه في مصر وللوطن العربي كله. انا اللي بشكرك على الثقه الغاليه دي يا استاذ اشرف، ونورونا وشرفونا في دار عيون. وباذن الله باذن الله باذن الله احنا نازلين السنه دي باسم دار عيون لاول مره في معرض القاهره الدولي للكتاب، ولكن احنا نزلنا السنتين اللي فاتوا باسماء اخرى. سعداء بكم جدا 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 ومستنيينكم، ومش انا اللي بتفضل عليكم او بتكرم عليكم، لا، انا عباره عن وسيله بس لتوصيل القامات الكبيره قوي قوي واسمها وصوتها للقمه وقمه الادب. شكرا وتصبحوا على خير.